سلام الله عليكم أينما كنتم. معاكم أحمد رفعت. الأكيد عندك أو عندك ركنة ومحتاجين تغيروها أو تجددوها والتكاليف كتيرة. طيب إيه رأيكم لو قلت لكم إن في الفيديو ده هوضح فيه إنك تعمل أو تعملوا الركنة الموجودة بنفسك. بنفسك، ومش بس كده، بتكاليف أقل بكتير. هتقول العدة، هقول لك أنا استعملت عدة يدوي كاملة في التنجيد الركنة عشان أوصل لك المعلومة سهلة. مش هسيب لك حاجة إلا ما أوضحها لك في الفيديو. وبالمناسبة قبل ما أبدأ الفيديو، القناة بتتكلم على النجارة وانك ازاي تعمل شغل النجاره في منزلك، لكن الفيديو استثنائي لاني خضت التجربه دي في التنجيد وحبيت اوضحها ليكم. انا واثق ان كل بيت هيستفاد منها لانها طريقه سهله جدا وغير مكلفه. اتكلمنا كتير، يلا نشوف الشرح وخليكم مركزين في كل نقطة أنا بقولها. وإن شاء الله بعد سماع الفيديو ده عايز منكم تعليق تقولوا لي فيه إنكم عملتوها أو هتعملوها. بداية هناخد مقاس الشلت أو القاعدة. طيب احنا غيرنا القاعدة ليه؟ عشان كانت هابطة. لو عندكم الاسفنج تمام يبقى خليه على وضعه ومش محتاج منك أكتر من كده. وبعد ما خدنا مقاس القاعدة هنبدأ نقطع الاسفنج. الاسفنج اللي بستخدمه على ارتفاع 13 سم، كثافة 40، ودي كثافة تمام تستحمل معاكم. خليكم مركزين في الفيديو لان الشرح كله هيكون كده. هقول لك على النوع اللي هنستخدمه في الركنه، سواء الاسفنج او القماش او حتى الغيره، كل حاجه هيجي وقتها. خليكم مركزين في كل نقطه. الكلام ده مش هتلاقيه تاني. فرصه استغلها واعمل شغلك زي انا ما عملت بالظبط. دي أول عدة هنستخدمها، وعلى ما أعتقد موجودة في كل بيت، ولو مش موجودة ممكن تشتريها. الأداة دي اسمها منشار سن ناعم علشان ما تاكلش معاك في الاسفنج. بص أنا هعمل إيه بعد ما قطعت الاسفنج؟ بجربها على مكانها تمام وبعلم عليها اتجاه لورا علشان الخياطة تبقى معروف اتجاهها. ايه معنى الكلام ده؟ بس علشان اسهل عليكم اكتر علم الاتجاه لورا زي ما شفتم واديهم لحد عنده مكنه خياطه. وطبعا دلوقتي في كل بيت مكنه خياطه مع ست الكل، اكيد عندهم الخبره في المجال ده. فانت سيب عليهم المجال ده كبير او وديهم لحد خياط وركز معايا في اللي جاي. هنستخدم في الظهر اسفنج 2 سم يسمى 3 سم. طبعا كثافه 25، والفرخ ده او اللوح ده بيجي منه 120 في 2 متر، والظهر اللي معانا 60 سم، فبنقطعه النص لكل كنبه. وبعد كده بنطلع مكان كل خلع بالمنشار. لسه كده هي اول معده معانا المنشار. دي الماده اللي هنلزق بيها اللي هي هنستخدمها، وهي كل عاديه مش محتاجه موتور ولا حاجه. الكله دي بنجيبها من عند اي حد موال، وعلشان اسهل عليك اكتر فانا هجربها على الكاميرا دلوقتي عشان خاطر الامور تبقى واضحه ليك اكتر. طبعا بتجيب جزازه عشان خاطر بنصب فيها الكله دي، وبنبدا الجزازه تكون مفتوحه من فوق عشان خاطر نبدا نستخدمها في اللزق بتاعنا. كل كده ونوزع على الاسفنج كويس ونلزق الاسفنج على الظهر. بس في حته هنا انا سبت القماش القديم وهلزق عليه الاسفنج. الموضوع كده هيسهل عليك حاجات كتيره، بس الاهم كتر ماده اللزق وسيبه يشد، وبعد كده الزقه تاني. وزي ما قلنا الاسفنج 2 سم اهو، زي ما انتم شايفين كده هنسيبه يشد تاني ونبدا نلزقه تاني عشان خاطر هو بياخد وقت في اللزق بتاعه. فانت تصبر عليه شويه كبير عشان خاطر تاخد شغل نظيف. دي تاني معدة معانا وهي الدباسة. الدباسة دي يدوي، هدبس بيها الشغل كله. الدبوس المستخدم وهو موضح زي ما انتم شايفين 10 في 10. دي من عند اي موال. طبعا يا كبير اجمع الطلبات اللي بقول لك عليها دي واكتبها في ورقة خارجية. شكلك كده مليت، بس انا عايزك تستفيد، عشان كده باكد عليك تاني وتالت. هنبدأ ندبس كده الظهر بتاعنا كده اهو. في اللفة دي هنبدأ ناخد لها دبوس كده في الاخر عشان خاطر نثبت الاسفنج بتاعنا. ولو في حاجة زيادة طبعا انت عارف دلوقتي هتعمل ايه. ايوه بتقطعها تمام كده، بقيت صنايع. انا كده اطمنت عليك ان انت هتكمل معايا للاخر. هنيجي دلوقتي لمرحلة العلام، والمرحلة دي مهمة جدا، فاستجب عليكم التركيز لأنها هي اللي هتظهر الشغل. أنا علمت من البداية 25 سم وبسيب 2 سم للستانلس اللي هركبه. خد بالك كويس قبل ما تعلم، اتأكد علم 100 مرة ولا قطعية واحدة، وده مثل أنا شغال بيه. هعلم وبعد كده أبدأ أقطع العلام اللي أنا علمته. طبعا بس ده بقى تبدأ تعلم العلام بتاعك.
وصلنا لمرحلة القماش، هناخد مقاس الظهر كامل ونزود عليه الجناب وقيمة الدخول. هسهل الموضوع عليك اكتر، يعني لو عندك الظهر مثلا 2 متر هتخليه 2 متر 30. قيمة الدخول اللي انا بشاور عليها دي، والجناب اللي احنا هنبدأ نصفي عليها القماش بتاعنا. هنبدأ نجيب القماش ونقطع على المقاس اللي احنا قسناه. فاحنا كده بمقص عادي هنبدأ نعلم مكان القطعية بتاعتنا، ونبدأ نمسك القماش كده الطرفين مع بعض عشان خاطر يبدأ يساوي معاك القماش. بمقص عادي اللي موجود في البيت تبدأ تقطع بيه القماش بتاعك. ده القماش احنا بنقطعه على العرض بتاعنا بالطول اللي احنا محتاجينه، بنقطع العرض بتاعنا بالمقص. وده العرض بتاعنا عرض 140، والظهر بتاعنا 70 سنتي، فاحنا كده هنقسم القماش النص. اي حد معاك في البيت كده يساعدك يبدأ يمسك طرف القماش كده. احنا عندنا الاخ رفعت فبدأ يمسك معانا القماش، وبدأنا قطعنا القماش بتاعنا النص. اهو بنفرد القماش بتاعنا وبنتاكد من النعومه بتاع القماش. يعني انت لو تمشي الناعم بتاعك شمال يبقى كله هيمشي الناعم شمال. وبتبدا كده في كل مكان احنا قطعناه بنبدا ندخل قيمه القماش اللي احنا قلنا احنا ال 30 سم الزياده دي، اللي هي قيمه دخولنا دي وقيمه الجناب بتاعتنا. تمام، بتاكد على شغلك زي ما انت شايف كده. وبنيجي عند الركب بنبدا نقطع الركبه بتاعتنا، وبنبدا نسكنها مكانها اهو زي ما انت شايفين. بالدباسه هندبس تحت كده الاول، نشد القماشه بتاعتنا وبنبدا ندبس بالدباسه. اه بتشد القماش وتدبس بالدباسه. انا مش عايزك تزهق من الفيديو، انا عارف الفيديو طويل معلش هطول عليك، بس انا سرعته على قد ما اقدر عشان خاطر اوصل لك المعلومه، مش هقدر اقص منه حاجه تاني عشان خاطر اقدر اوصل لك المعلومه بصراحه صحيحه. فهي كلها الفيديو طويل بس معلش هتستفاد منه، وهتقدر تعمل الركن دي بنفسك. فانت خليك مركز معايا، لو انت بدات تروح مني فابدا ركز تاني يا كبير كده، واعمل لك كوبايه شاي. او لا ما تعملش كوبايه شاي، اسمع الفيديو الاول وبعد كده بعمل شاي براحتك. هتبدا بعد ما دبسنا تحت القماش هنبدا ندبس الظهر بتاعنا برضو بنفس الدباسه اهو. في حته كده هنا احنا في الظهر هنسيب الظهر زي ما هو كده، مش هنركب عليه قماش او هنركب عليه تشينز. فهنبدا نمسك القماشه بتاعتنا ونتنيها كده تانية بسيطه وندبس عشان خاطر ده هيبقى الفينش بتاعها اللي هو فينش الظهر زي ما انتم شايفين اهو. خد بالك من المرحلة دي، هتلم القماش في الجنب، بتاخد دبوس جوه وبتلم القماش في الظهر. ركز فيها كويس علشان خاطر تعملها صح. الدباسة دي تعبتني كتير، بس والله عشان خاطركم كله يهون. انا عندي الموتور وعندي الدباسة الهوا، بس انا حابب اشتغل بالدباسة العادية عشان خاطر اوصل لكم المعلومة اكتر ليكم انتوا واسهلها عليكم لو انت ما عندكش المعدات دي. دي الدباسة الهوا اللي انا شغال بيها اهو، حبيت اوريها لكم عشان خاطر تعرف ان في معدات انا ممكن اشتغل بيها، وحبيت اعرفك ان انا كمان بتعب في الفيديو عشان خاطر انت تستفاد. فيا كبير لو انت استفدت من الفيديو ده فانت تنزل تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة فانت انزل اشترك في القناة يا كبير. واكون شاكر لكم جميعا. ده الاستانس اللي احنا هنركبه، ده بلاستيك، فانت بتجيب المتر بتاعه حوالي 8 جنيه. فاحنا بنبدا نقطع القطعيات على المقاس اللي احنا محتاجينها. طبعا احنا المقاس بتاعنا 70 سم، فاحنا نبدا نقطع القطعات بتاعتنا سواء 6 او 5. فاحنا نبدا نقطعهم ونبدا نلزق الاستانس بتاعنا اهو مكان اللي احنا عملناه. ال2 سم اللي احنا اتفقنا عليها اللي احنا قطعناها في السفنجه هنبيت فيها الاستانلس او الاستانلس البلاستيك بتاعنا. هو في كده حاجه بتحوشها في دبل فيس بتحوشه وبيلزق معاك على القماش. بس احنا زي التاكيد دلوقتي هنيجي ونعمل هنربطه بمسمار بورما دلوقتي زي ما انت هتشوف في اللي جاي. ده المسمار البورما بتاعنا اهو، مسمار بورما 2 سم، وبتبدا تربط تحت الاول وبعد كده هنبدا نشد فوق ونربط.
اهو بتأكد انت عليه كده زي ما انت شايف، بتدوس عليه جامد وبتأكد عليه وبتبدأ تربط في الظهر. برضو نفس الكلام بمسمار بورما 2 سم. انا هوضحها لك اكتر دلوقتي، فانت خليك مركز معايا. انا كل حاجة بوضحها لك على قد ما اقدر والله، عشان خاطر المعلومة توصل لك صحيحة، وانا فعلا محتاجك تعمل الركنة دي بنفسك. جينا للمخدع، وزي ما عملنا في الظهر قطعنا السفنج على قد المخدع على قد المقاس بتاعه، ونبدا نلزقه. زي ما عملنا في الظهر هنعمل برضه في المخدع. الموضوع سهل جدا، فمش مستوجب عليه غير ان انت تتاكد على شغلك صح، وتاكد عليه مره واثنين وثلاثه. وده مش عيب، لان الشغل بتاعك لو طلع مش مظبوط هو ده العيب. فانت تاكد على شغلك مره واثنين وثلاثه عشان تستلم حاجه صح. وبتقطع طبعا الحاجه الزياده، وببدا اخد العلام بتاعي. الزياده اللي سبتها دي عشان خاطر القماش بتاعي يلف معايا في الظهر، وابدا ادبسه بايه، بالدباسه بتاعتي. ولفيت المجاز بتاعي بتاع المخدع، وخدت المجاز وابدا اقطع القماشه بتاعتي على المجاز. هو بعد ما قطعنا القماش خلي بالك في الحته دي، القماش فيه حته كده بتمط معاك، وفي حته بتبقى ايه، صلبه معاك. فانت هتخلي القماشه بتاعتك على وش المخدع ده الحته الصلبه، وبتتاكد من النعومه بتاع القماش. يعني بتتاكد من الظهر ان هو الناعم بتاعه شمال، يبقى المخدع بتاع الناعم شمال. والمخدع بتاعي 70 سنتي، فانا هبدا اقطع القماشه بتاعتي على عرض 70 سنتي. زي ما قلت لك اتاكد من موضوع الحته بتاع القماش اللي هي ما تكونش المطه بتاعتها ناحيه وش الايه، وش المخدع. فانت تتاكد دي في الحته دي بالله عليك، عشان خاطر شغلك يطلع مظبوط، ما يبقاش في في الخياطه مزرزر. وابدا اقطع الوش بتاعي اهو زي ما انتم شايفين. اخد بالي من موضوع الناعم بتاعي برضو شمال، يبقى شمال. فانا امال اكد عليك عشان خاطر تطلع معايا الشغل مظبوط، وتكون استفدت صح، وتكون المعلومه انا قدمتها لك لوجه الله صح، وانت بقى ليك الاختيار يا كبير. بعد ما قطعت، انا عندي مخدعين، قطعت ناحيه حتتين للمخدع الاول والمخدع الثاني، وابدا دلوقتي الف الدوران بالمقص على على المخدع اهو. سواء انت عندك مخدع عدل او مخدع دوران، فانت هتبدا بالمقص كده تقصه على المخدع بالظبط، يعني كل حاجه تقطعها على ابوها اهو. بعد ما قطعنا الوش هنجيب الداير بتاعنا اهو على الوش اهو زي ما انتم شايفين، وهيروح للخياطه تتخيط. زي ما قلت لكم حته الخياطه دي سيبناها لست الكل، او حد خياط يعرف عنده خبره في الخياطه يبدا يخيط لنا الشغل ده اهو. اكد على موضوع المط، لان موضوع المط ده هيفرق معاك كتير. هنبدا دلوقتي نشتغل في القاعده من تحت، هنبدا نقطع له قماش زي ما انتم شايفين. بعد ما خدنا المقاس هنبدا نقطع القماش على المقاس بتاعنا. وعلى ما اعتقد العد اللي احنا اشتغلنا بيها، فكرني وافكرك ان احنا اشتغلنا اول حاجه المنشار، وتاني حاجه الدباسه اليدوي، وتالت حاجه اللي في ايدينا ده المقص. فكل العده دي اكيد متاحه في كل حته. الدباسه طبعا مش غاليه، ب 150 جنيه او 200 جنيه، فانت ممكن تجيبها وهتنفعك في شغل كتير جوه في البيت. يعني مش هتنجد بيها بس، يعني هتخلص بيها الركنه دي وتشيل الحاجات كتيره جوه واغراض كتيره جوه. انت تابع القناه دي يا كبير، لان انت هتشوف فيها حاجات كتيره، وحاجات باذن الله هتستفاد منها انت في الاول. مش فيديو كده يعدي وخلاص، لا، فيديو ان شاء الله اللي عملوه لك هتستفاد منه باذن الله. قطعنا قماش القاعده كده وبنبدا نظبطه معانا. بناخد طرف بنسيب شويه كده ناحيه المخدع، وبناخد تحت وفوق وبنأكد عليه 100 100. وببدا دلوقتي الزاويه، ببدا اظبط زاويتي كده اقطعها بالمقص عشان خاطر الزاويه دي هخيطها اهو. باكد عليها مره واثنين وثلاثه. ده الكلام اللي انا بقوله لك في الفيديو كذا مره، اكد على الحاجه مره واثنين وثلاثه. وبدات بعد ما قطعت القماشه بتاعتي ورحت خيطتها، ببدا البسها مكانها اهو زي ما انتم شايفين الخياطه اهو في الزاويه. فانا هبدا دلوقتي اكد على كل حاجه مكانها تمام التمام، وابدا اقطع القطعات الزياده اللي انا مش محتاجها. تمام اهو. بعد ما قطعت القطعيه الاولانيه بتاع الظهر، وابدا اقطع ناحيه المخدع اهو. ببدا اقطع كده، وبعد كده هبدا امسك القماشه بتاعتي مكانها، ما تروحش منك شمال ولا يمين، واخد دبوس كده بس مؤقت عشان القماشه ما تروحش مني شمال ولا يمين، وابدا ارفعها لفوق عشان خاطر ابدا ادبس الايه، الدبوس بتاعي. طب انا ليه ما خدتش الدبوس من فوق؟ طيب انا هقول لك ليه ما خدتش الدبوس من فوق اهو. ده الكلام طبعا بيتكلم عن نفسه. الدبوس لو خدته من فوق هيظهر معاك، اما انا خدت الدبوس دلوقتي مقلوب عشان خاطر ما يظهرش معايا الدبوس. طيب انا خدت الدبوس ده من فوق لان ده مش هينفع يجي.
هو ده الجنب بتاعنا اهو. نبدا نسكك الشغل بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو. بنتني تانية القماش ونبدا في الظهر نتني برضو عشان خاطر احنا ايه، اكدنا ان احنا مش هنركب قماش ورا او تشينز ورا، فايه هنفنش على كده. بعد ما خلصنا ورا تدبيس هنبدا دلوقتي في القاعده نبدا ندبس ايه الوش بتاعنا اهو، وش الركنه. بتشد كده، بتشد معاك القماش شويه وبتبدا ايه تتني برضو تحت. احنا مش هنغير القماش بتاعنا، لان انا قلت لكم الركنه دي هنعملها يعني باقل التكاليف، والحاجه اللي تحت دي مش شرط ان هي تتغير، لان كده كده انت حتى لو غيرت يعني مش هتجيب قماش زيه، والقماش مقدم غرض معايا تحت اهو وتمام التمام. احنا مش عايزين نكلف عليكم وعايزين الموضوع يطلع معاكم باقل التكاليف. المخدع بعد ما خيطناه هنبدأ نسككه مكانه او نلبس المخدع مكانه. بنبدأ نشد ورا وبنبدأ نشد قدام ونظبط المخدع على مكانه بالظبط. او كده تمام، احنا ايه ظبطنا المخدع على مكانه على الوش زي ما هو واضح قدامكم كده. وبنبدأ الخلع، اي خلع بنبدأ نقصه لو فيه اي زيادة، وبنسكن القماش في مكانه بالظبط اهو. في الظهر بنبدا نتني القماش. خلي بالك من الحته دي، انت لازم تتني القماش وتبدا كده بايديك تسككه مكانه، عشان خاطر انت لو ما تنتش القماش الحرف بتاعه هيبان وفيما بعد هينسل القماش منك. فلازم تتني في الحد دي بالذات في الفينش ده، لازم تاخد القماشه كده تانية لجوه، بتشد براحتك عادي وبتاخد تانية لجوه كده وتبدا تدبس. وفي الجنب زي ما انت شفت تتني القماش وتبدا بايديك كده تدخله ايه في الاسفنج. تمام. وبعد ما خدنا دبوس تحت بنبدا ناخد دبوس كده برضو في الظهر زي التاكيد. وبعد ما خلصنا كل اللي احنا عملناه دبوس تحت كده وفي الظهر، بنبدا كده اخر حاجه في الظهر بتاعنا بنتني القماش زي ما احنا اتفقنا وبناخد دبوس زي ما انتم شايفين اهو. هنبدا ندبس تحت كده في القاعده. بناخد الوش في الاول، نبدا ناخد الدبوس بتاعنا وبيبدا ايه نظبط الوش بتاعنا اهو بالدباسه. انا عايز استغل الحته دي، انا عملت ركنه خشب من الالف للياء للمبتدئين، وده كان اول فيديو ليا. فانا هسيب لك الفيديو، يا ريت تبص عليه بصه كده. هسيبه لك في الوصف تحت. وبرضه في ركنه منجدينها الشكل بتاعها، انا عايزك تقول رايك فيها، فانا هسيبها لك برضه في الوصف. يا ريت كده تنزل كده وتبص بصه كده على الوصف كده يا كبير وتقول لي رايك. هنبدا نجيب الشلته اللي احنا قطعناها في الاول ونعمل ونلبس القماش بتاعنا بعد ما تخيط، ونبدا نلبس القماش بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو في المرتبه بتاعتنا. حابب اتكلم عن حاجه مهمه، انا نجار والتنجيد ده مش صنعتي، بس الركنه دي جابها لي عميل وعايز يجددها باقل التكاليف الممكن. فبصراحه لقيت فكره لتجديدها غير مكلفه. الفكره دي اللي احنا شغالين عليها ومش محتاجه صنايعي او حد منجد، وعملتها فحبيت اعرض الفكره دي عليكم لعل وعسى حد يستفاد منها ويفتكرني بدعوه. بس كده معلش صدعتكم، بس قول لي رايك انا وانت ننفع نبقى منجدين ننجد شغل بيتنا. وركز في الكلمة دي بيتنا بس علشان ما نزعلش حد مننا. مستني رأيكم في تعليق واستنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.